اهلا بيكم في اكلات ووصفات. بشكر كل متابعيني وكل اللي بيدعموني، كل الشكر والتقدير. ايه رأيكم في البساطة والطعم الاصلي للكفتة والشوي على الفحم؟ بيديها طعم ونكهة تانية مميزة خالص عن اي كفتة انت تاكليها. ممكن تبقى الحاجة بسيطة وما كلفتش كتير، ويبقى طعمها لذيذ وألذ من اللي انت صارفة عليها كتير. انا معايا لحمه مفرومه، هنعمل كفته النهارده على الفحم. معايا لحمه مفرومه وكيس خلطه كفته الحاتي. كيس خلطه كفته الحاتي دي عند العطار، بيبقوا بتوع المشاوي بياخدوهم منه. يعني هي بتبقى مخصصه لبتوع المشاوي. هقول لكم ازاي تبقى الكفته طريه ومستويه من جوه، ومن بره شكلها جميل وريحتها جميله وطعمها خطير. يلا بينا نشوف عملنا ايه. احنا معانا كيس خلطة كفتة الحاتي واللحمة المفرومة وش واحد، وهنصبعها على السيخ. بتاع المشاوي بيبقى بايده كده مية من الحنفية ويصبعها. انت عايزة تديها نكهة تانية وطعم تاني غير اللي بنشتريها من بره، بتجيبي بصلة تفرميها حلو في الخلاط وتصفيها، تاخدي المية بتاعتها باللي ايدك كده فيها وتمسحها على اللحمة، يعني تصبعي اللحمة بالمية البصل. بيديها نكهة جميلة وطعم جميل. وتكوني مولعة الفحم، بس تسيبي وانت بتعملي السيخ تسيبي حتة من اليمادي واليمادي من السيخ فاضي علشان تعرفي تقلبي. والسيخ ما يكونش مبلول، يكون السيخ ناشف علشان خاطر اللحمة ما تسيبش من عليه. وتصبعها وتمسكها حلوة على السيخ بايديكي كده وتحطها على الفحم. الريحة والدخان اللي بيطلع ده بيبقى من الدهون اللي نازلة من اللحمة بتنزل على الفحم، فهي بتدي الريحة دي. تبقي انت فايته على بتاع المشاوي او المطعم بتاع المشاوي ده، بتبقي فايته تشمي ريحه الكفته من اخر الدنيا. تقولي يا ترى هو حاطط عليها ايه مخلي ريحتها جميله كده؟ ممكن تشمي الريحه تشبعي منها من غير ما تاكلي. هو مبيبقاش حاطط عليها اي حاجه، هي بتبقى ريحه الدهون اللي نازله على الفحم، هي دي اللي بتخلي الريحه الحلوه دي. يعني الدهون اللي نازله من اللحمه اللي محطوطه على الفحم دي هي اللي بتخلي ريحه الكفته حلو وطعمها لذيذ. شويه البصل اللي عملناهم، ميه البصل اداها نكهه وطعامه البصل وريحته. وما حطناش بصل ولا فلفل ولا طماطم ولا خضار محشي ولا توم ولا اي حاجه خالص من اللي بنحطها. كل الحاجات دي بتخلي اللحمه تسيب من على السيخ وما تعجنيش فيها كتير. يا دوب بس تحطي كيس خلطه الكفته تدخليه فيها كده وما تعجنيش، ما تكتريش في العجن علشان خاطر ما تسحش منك. عندك العيش فيه سلطة وفي طحينة، أي حاجة عندك هتعمليها فيه. اللحمة تطلعيها تحطهاش في ورق زبدة، ورق الزبدة بيشرب الدهون اللي فيها، فبتبقى الكفتة ما بتبقاش فيها دهون. إنما انت تطلعيها تحطها في ورق فويل وتقفلي عليها، تبقى طرية من جوه ومستوية، وتبقى شكلها جميل وما تبقاش مقرمشة، وتبقى شكلها حلو وطعمها حلو. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.